متابعي قناة صدى الأخبار 24، أهلا بكم. قامت الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية بإقالة مدرب المنتخب الأولمبي عصام الشرعي، وذكرت تقارير إعلامية أن فوزي لقجع قام بإقالة الشرعي بسبب خلاف بينه وبين وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول بسبب احتياجات وليد الركراكي من لاعبي المنتخب المغربي الأولمبي، والتي رفض بعضها عصام الشرعي لأسباب فنية واستعدادية. هذا وتم تعيين الإطار الوطني طارق السكتيوي مكانه، وكانت آراء الجماهير المغربية متباينة بهذا الخصوص، فالبعض يرى أن القرار صائبا، حيث يعتبرون أن عصام الشرعي رغم إنجازاته إلا أنه ضعيفا تقنيا ومحدودا تكتيكيا، بينما يرى البعض الآخر أن القرار غير صائب باعتبار المدة الزمنية القصيرة المتبقية، وباعتبار عصام الشرعي قام ببناء المنتخب وتحقيق إنجازات متميزة أهمها الفوز بأمم إفريقيا التي أقيمت بالمملكة المغربية، وكذا التأهل إلى أولمبياد باريس. ختاما، دعنا نرى هل أنت مع إقالة الشرعي وتعويضه بالسكتيوي أم ضد القرار؟ إلى اللقاء.